السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنعمل اكلة حرشة كده جميلة كلنا بنحبها. هي مش كل يوم بقى هيبقى لحمة وسمك وكفتة ومش عارف ايه، لا النهاردة هنعمل اكلة حرشة كده جميلة بتأكل احسن من اللحمة ومن السمك ومن الحاجات دي كلها. هنعمل العجة المصرية وجمالها وحلاوتها ولذاذة طعمها. ان شاء الله تبقى جميلة كده وبرضك نحاول نفطر بيها مرة في رمضان او نخف من المصاريف شوية. وبرضك اكلة برضك هنحط فيها بروتين، هيبقى فيها بيض بروتين وفيها خضار وفيها يعني ومعاها نشويات البطاطس ومعاها بتنجان ومعاها فلفل اخضر ومعاها كوسة. ان شاء الله تبقى اكلة جميلة كده تعجبكم وتنال اعجابكم ان شاء الله. هي أكلة بسيطة كده مشهورة عندنا في مصر، اللي هي العجة المصرية. العجة المصرية لها طعم جميل يعني في منتهى الجمال. انت عايزة بقى تزودي عليها الخضار، عايزة تحطي بصلة بتاع بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ذكرنا. عايزة تحطي عليها جزرة مبشورة حطي، عايزة تحطي عليها وحدتين بسلة حطي. يعني ليكي حرية ان انت تحطي فيها اي حاجة، بس انا هعملها بالطريقة التقليدية بتاعت امهاتنا بتاعت زمان. هجيب بصلتين 3 كده كبار حلوين كده، وهجيب حبة زيت. هدبل البصلة بس، هبشرها بالمبشرة وادبل البصلة بس، مش هحمرها ولا اديها لون ولا اي حاجة من دي. هدبلها بس. زمان امهاتنا ما كانتش بتدبلها ولا حاجة برضك، يعني كانت يعني بتحطها كلها كده ني في ني. بس انا ايه هتفرق عنها ان انا هدبل البصلة بس. هدبلها كده في حبة زيت شوية صغيرين برضك علشان ما يبقاش فيه دهون كتير، علشان برضك معدتنا مش مستحملة في رمضان دهون كده. اهيت البصلة بشوحها بس، اقلبها كده على النار، اشوحها في حبة زيت شوية صغيرين واقلب فيها كده عشان ما تاخدش لون من جنب وتسيب جنب ولا حاجة، يبقى كلها اطيابها واحد. وهحط انا الدقيق 3 معالق دقيق بس، 3 معالق دقيق، وهقلبهم بردك مش هديهم لون، هقلبهم تقليبه بسيطه كده يا دوبك يشموا النار، وايه ما يبقاش طعم الدقيق باين فيها ان هو ني. هقلب الدقيق اهو. بعد ما احمر الدقيق كده تحميره بسيطه كده اطفي عليها، مش هشغل عليها النار تاني بقى، هطفي عليها علشان تبرد، علشان احط بقيه المكونات وهي بارده، ما تبقاش سخنه، يعني الحاجه ما تبقاش سخنه. واحاول برضك كده اهوي عليها كده شويه علشان النار الدخان يعني السخونيه بتاعتها تقل شويه، لان انا دلوقتي هحط بيض وهحط خضره وكده، يعني احط بقيه المكونات عليها. لازم تكون البصله ديت بارده. عندي كمان توابل، عندي فلفل اسمر وعندي كمون وعندي حبه شطه شويه صغيرين وعندي كزبره ناشفه. انا هحط دلوقتي، وعندي طماطمايه هي يا جماعه مقطعاها حتت صغيره، طماطمايه واحده مقطعاها حتت صغيره. انا بعمل العجه، بعملها بكزبره وشبت بس. لو عندي عود بقدونس صغير خالص عشان ما تسودش، وحط عليها حوالي 5 بيضات كرماها، يعني 5 بيضات حلوين. الاول كنت بحط اكتر من كده 8، بس البيض غالي يعني يا جماعه، فاحنا قلنا نقتصد خليها اكله اقتصاديه. حطيت 5 بيضات وحطيت الطماطم اهيت وحطيت عليها التوابل بتاعتها، فلفل اسمر وكمون وملح. انا ما بحطهاش يا جماعه في نفس الطاسه دي، لو انا طيبتها في نفس الطاسه دي هتلزق. بجيب مقلاية تانية او طاسة تانية واحط فيها حبة زيت، بس بردك ما بكترش الزيت، احط حبة زيت كويسين واسيبهم يسخنوا جامد، يعني كأني هعمل بطاطس علشان ما تلزقش. اهي واحرك فيها الزيت دوت على الجناب وكده، واملى بيه الطاسه، بس مش املاها يعني تكون مليانه زيت، لا حبه الزيت دولا اوزعهم كده في المقلايه ديت او في الطاسه دي، اوزعهم فيها كده كويس لحد ما يسخنوا يا جماعه علشان ما تلزقش. لو هي ما سخنتش هتلزق. انا هسخنها جامد واقلب فيها العجه اللي هي جاهزه ديت، المكونات الجاهزه التانية.
وبعد كده بدخلها الفرن على درجة حرارة 200 190 كده. اهي اول ما بتنزل يا جماعة لازم اسمع الطشة بتاعتها ديت اللي هي تقول تش دي، على اساس ان هي ما تلزقش يا جماعة. وهسيبها دقيقة، ما كملش دقيقة، اسويها كده على النار وادخلها الفرن. اهزها كده بايدي يا جماعه واوزعها علشان ما تبقاش من جنب وجنب. لا نسيت اقول لكم يا جماعه ان انا حطيت فيها حبه كربوناتو. لو ما فيش كربوناتو ممكن احط فيها حبه بودر، ماشي، واحطها اهوت على الفرن سخن. انا عملت البطاطس دي يا جماعه، قطعتها صوابع، كنت عاملاها مع حضراتكم قبل كده مع السمك المشوي. قطعتها صوابع وحطيت فيها حبه ميه وطيبتها على النار. وعملت بردك البتنجان دوت كله في الفرن يا جماعه. وعملت الكوسه دي بردك، قطعتها غسلتها كويس وقطعتها كده وعملت لها شكل. حطيت عليها توم وحطيت عليها شطه حمراء اهيا، وقلبتها كده مع بعضيها. وهدخلها بردك الفرن وحطيت لها نقطه شقشاق ميه صغير. العيش ده يا جماعه انا عملته ازاي؟ كان عندي حبه دقيق شويه صغيرين كده، فانا قلت اقتصاد باقتصاد بقى. كان عندي رغيفين بلدي من اللي احنا بنشتريهم ده، بوشتهم في ميه بتغلي وسبت الميه تبرد شويه، وجيت حاطه حبه الدقيق على العيش دوت وهو بايش جدا، وقعدت اعجن فيه وحطيت له خميره وملح وقعدت اعجن فيه. قلت اجربه لو نفع بعمله معاكم بعد كده يعني. ونفع اهوت وبقى عيش في منتهى الجمال. عملته منه على الطاسه، طيبته فوق على الفرن على البوتاجاز من فوق، وعملت الباقي في الفرن. ان شاء الله حابه اعمله معاكم تاني. انا كنت بجربه بس يعني. ادي العجه طلعت بشكلها الجميل دوت اهيت، والله كان فطار في منتهى الجمال. اهي العجه اهيت، وادي البطاطس والعيش يا جماعه هو بسم الله ما شاء الله طالع جميل. ودوت عملته سويته في الفرن اللي هو قابب اهوت وشكله في منتهى الجمال. وادي كان ده فطارنا النهارده. ما عملت السلطه، عملت معاها طماطم مقطعه بتاعتنا كده. وادي بسم الله ما شاء الله اهو كل حاجه اهي. كانت اكله في منتهى الجمال، حرشه وجميله، وبتنجان مقلي ومحشي بطريقه جميله، كله في الفرن بطعم الفرن بجمال الفرن، والعيش في منتهى الجمال والروعه. يا رب تجربوها وتعجبكم. وعملت معاها، قلت اعمل بقى حاجه حلوه. عملت ديسك كنافه كده، حطيت الكنافه حطيت لها سمنه وسكر خشن، وحطيت لها حبه عسل من التقيل اللي انا عاملاه بردك ومع حضراتكم قبل كده، ودعكته كده ببعضه وحطيتها في الفرن من غير حشوه من غير اي حاجه. ولما طلعت من الفرن اخدت اللون الاحمر الجميل ده، وكسرتها كده بايدي. ولادي عايزينها حرشه، عايزين يحسوا ان هما مش بياكلوا حاجه سهله كده، حاجه يمضغوها. فعملتها وعملت كريم شانتيه. حطيت نص كوبايه لبن، وحطيت معاه تلت كوبايه كريم شانتيه، وضربتهم. هو تقيل يا جماعه. ضربتهم في الخلاط في المضرب مع بعض. وكمان قطعت مانجا شرايح كده، وهعمل بولة واعمل الكوبايات دي اهي. حطيت اول طبقة حطيت كنافة، ولما طلعت الكنافة دي من الفرن وهي سخنة يا جماعة حطيت عليها حبة شربات بس مش كتير اهي. حطيت الكنافة وان شاء الله تبقى في منتهى الجمال. هعملها طبقات، طبقة كنافة وطبقة كريم شانتيه وطبقة مانجا. حطيت الكريم شانتيه في كيس كده، حطيته في الكوبايات اهو. هحط مانجا، هسويها كده واحط مانجا، وبعدين احط كنافه. بس دي انا عملتها بكنافه بس، كنافه. وحطيت الطبقه الاخيره بس مانجا، علشان على غير العاده يعني عند واحد من ولادي ما بيحبش المانجا كتير. وحطيت لها هي كمان طبقة كريم شانتيه. وكان في حبة سوداني كده، هي ممكن تحط سوداني، تحط مكسرات، تحط المتاح عندك يعني. هحط تاني اللي هو مانجا عليها، وهزوقها من الفوق بكريم شانتيه. هي كان طعمها جميل يعني، كان في منتهى الجمال يعني. كنت عايزة اعملها كلها في الكوبايات، لكن قالوا لي لا اعمل لنا بولة كبيرة كده.
حط معاها المانجا دي بردك، دي اللي هعملها بالمانجا، وهعملها بكريم شانتيه، واحط طبقه من تحت، طبقه من تحت كنافه اهي، تبقى مع الفطار دوت، تبقى جميله ان شاء الله. فطار بسيط يا رب يعجبكم يا جماعه. والله كانت العجه طعمها في منتهى الجمال، واكلنا احسن ما كنا بناكل لحمه او سمك او فراخ. كان طعمها حلو قوي. اتمنى ان كنتوا تجربوها، واكله تعتبر موفره واقتصاديه، تمشى بقى مع الايام دي. مش كل يوم هنعمل لحمه فراخ سمك كده، نحاول نغير شويه. هما يعني الاولاد بيبقوا رافضين الاول، بس ايه بيعدي يعني نعمل نفسنا مش واخدين بال. فهي بسم الله ما شاء الله والله، وفطروا وكان الفطار جميل والله. هم قالوا يا ماما والله ده كان طعمها حلو، بيعمل لنا مره بس مش عجه، يعني اكل تاني بس ما تبقاش عجه، نغير يعني. هي انه احط كريم شانتيه على الوش اهو، يعني بسيطه، يعني ما فيهاش حاجه وما فيهاش شغلانه ولا اي حاجه، يعني ما اخدتش مني دقايق اهي. نحط فوق مانجا اهي في منتهى الجمال اهي، حط فوقها مانجا وهتتزوق كده ويبقى شكلها جميل. وكمان اعمل وحدات كده فوقها تديها شكل حلو برضه. وعملت يا جماعه مع الفطار الجميل دوت عصير برتقال اللي انا كنت مخزناه معاكم، بس انا حطيت عصير الجزر على عصير البرتقال بجزر، مع برتقال اللي هو كان بالقشر وبالليمون والحاجات دي، حطيتهم الاتنين مع بعض كده، قلت عشان يتقلوا بعض كده شويه. وحطيت معاهم معلقه تانج، حطيت معاهم معلقه تانج، معلقه واحده بس تانج، وضربتهم في الخلاط كويس جدا وصفيتهم. والله كان عصير في منتهى الجمال. اتمنى ان انتوا تخزنوه لو لسه في، يعني في برتقان دلوقتي برضه. وحطيت عليهم السكر، تحلية السكر ديت زي ما انت عايزه تقلي السكر تقلي، عايزه تزود يعني تقللي قللي براحتك يعني. وضربتهم في الخلاط كويس. معلقه التانج دي بس اللي انا حطيتها. على فكره انا جايبه التانج فرط يعني بالكيلو كده، تجيبي ربع تجيبي نص تجيبي زي ما انت عايزه. ده تانج برتقان برضك. وهضربهم في الخلاط وضربه كويسه يعني، واصفيه. ما حطوش يا جماعه من غير ما يتصفى، علشان كان فيه قشر برتقان، هو مش هيبقى باين او حاجه، بس برضك هتطلعي حبه قشر شويه صغيرين. اضربيه كويس جدا في الخلاط اهو. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، شكله في منتهى الجمال والروعه، وكمان مغذي فيتامين سي والجزر وكده. تقريبا الجزر ده فيتامين الف ولا ايه مش عارفه. بسم الله ما شاء الله اهون وتقيل يعني. لو هو مثلا كان الجزر بس كنت انا سبته من غير ما اصفيه، لكن عشان برضك قشر البرتقان صفيته، وقشر الليمون اهوت وفضيته في الدورق. وبسم الله ما شاء الله تقيل يعني، قوامه كويس وحلو مناسب يعني. انت برضك عايزه تخففيه خففيه وتقلي براحتك يعني. بسم الله ما شاء الله عمل الدورق ده، وعمل كمان ازازه كيسين. بسم الله ما شاء الله هون، ان انا بصب هون في منتهى الجمال. وبالهنا والشفا. ودي كانت وصفتنا النهارده وفطرنا النهارده، يا رب يعجب. السلام عليكم ورحمه الله.